بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم قناة وفاء ورد كوين. ان شاء الله يليكم الفيديو تاعي اليوم بصحة وعافية يا ربي. ربي يتقبل منا رمضان، راهو شرف على الانتهاء. ربي ان شاء الله يجعلنا فيه من المقبولين. يا ربي. خلاص رمضان جا وخلاص. ثمثم ان شاء الله ربي يتقبل منا يا ربي. اولا فضلا وليس امرا، نطلب منكم الاشتراك في القناة والضغط على زر ابوني. ثانيا راح ننطلق في الوصفة مباشرة. هنا هذه الكريمة راح نعطيكم كريمة رائعة جدا. الكريمة هذه نحتاجها في حشو الحلويات، في التزيين تاعهم، في اللصق تاع لي صابلي. يعني متعددة الاستعمالات، نستخدموها في لي تارت، نزينو بها، نحشو بها. يعني متعددة الاستعمالات بزاف. ما تندموش اذا جربتوها. هنا انا واش عندي المقادير تاعي. عندي نص كاس تاع سكر، نص كاس تاع حليب، زوج مغارف تاع فرينه. نخلطهم بارد في بارد مليح، ونحطهم فوق النار حتى يبداو يثقلوا شويه. هنا المقادير راح نخليها لكم في صندوق الوصف، ضغطوا بالك اسفل الفيديو رايحين تلقاو المقادير تاعكم. نكتبها لكم باذن الله. قلنا نحطوا كلش المقادير هذه، ثلاثه يعني نص كاس حليب، نص كاس سكر، وزوج مغارف تاع فرينه. راح نخلطهم مليح بارد في بارد، وراح نحطهم فوق نار قليله. كما رانا نشوفوا نحطوها فوق نار قليله، ونبقاو نحركوا فيها حتى نشوفوهم يتجانسوا مليح المكونات هذو، وبدا الخليط تاعي يثقل. هنا بعد ما نشوفوا الخليط تاعي هذا تاع الحليب والسكر والفرينه بدا يثقل، واش راح ندير؟ راح نجيب زوج مغارف نتاع كاكاو اسود. من الافضل تستخدموا الكاكاو الاسود هذا، انا ما كانش عندي متوفر هذه الخطره، درت هذا البني هذا. هو الاسود يجي مليح ويجي الكو تاعو هايل. نضيف بعد ما نضيفو الكاكاو تاعنا نبقاو نحركو فيه حتى وين يثقل الخليط تاعي هذا مليح ويصبح كريمه كيما هكذا. كي نشوفو ثقال راح نحيه من فوق النار، ورايحه نجيب البول نتاعي راح نفرغ فيه هذا الكريمه نتاعي هذه، لانه راح نحطها في الفريجيدير. نسحقها باردة. بعد ما نجيبها نحطها في البول نتاعي، نجيب البابي فيلم نغطيها بالبابي فيلم، ونحطها في الفريجيدير نص ساعة. بعد النص ساعة هذيك ساعتك راح نخدم بها. بعد ما نخلص الكريمة نتاعي هذه، واش رايحة ندير؟ رايحة نجيب زبدة، راح نسحق 100 غرام نتاع زبدة بحرارة الغرفة. راح نجيبها، راح نبقى نحرك فيها، نخلط فيها واحد 10 دقائق. بعد ما نخلطها 10 دقائق، واش نروح نديرها في الفريجيدير ربع ساعة. كي نحطها في الفريجيدير ربع ساعة، تفوت ربع ساعة، نروح نجيب الكريمة نتاعي إلى الزبدة تاعي هذيك، ونزيد نخلطها 10 دقائق واحدة أخرى. يعني المرحلة الأولى نجيب الزبدة تاعي نخلطها 10 دقائق، نعاود نرجعها للفريجيدير ربع ساعة، نجبدها، نزيد نعاود نحركها مليح حتى وين يبيض الخليط كما راكم تشوفوا هيدا. لازم يولي عبارة عن كريمة يعني بوماد. بعد ما تبياض الخليط هذا، راح نجيب الكريمه نتاعي تاع الكاكاو اللي تكون ديجا بردت وتماسكت ولات في القوام اللي كنت نحوس عليه انايا. راح نجيبها للزبده تاعي هذه، ونبقى نحرك فيها ونخلط فيها المكونات هذه، ندخلهم في بعضهم مليح. و تكون الكريمه نتاعي ديجا راهي وجدت. هنا راهي واجده للاستعمال. هنا اذا حبيتوا البنه اكثر واكثر، تزيدوا لها كمشه تاع مكسرات تجي ما شاء الله. هنا هي بلا مكسرات بنينه، ولكن المكسرات يزيدوا لها ذوق وبنه. في اخر الفيديو نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه اللي ما كنتش رايحين تندموا عليها، رايحين تحتاجوها بزاف، ودائما راح ترافقكم ان شاء الله. مع السلامة في فيديو قادم إن شاء الله، اللي راح نبدأ فيه حلويات الأعياد إن شاء الله يا ربي.